هالو لويتي، اهلا وسهلا بكم معايا في قناتي تعلم الماني بالعربي. في الفيديو ده هتتعلم منه 7 كلمات بجمل من خلال كلمة واحدة بس. ايوه، زي ما بقولك كده، من خلال كلمة واحدة بس هتتعلم 7 كلمات بجمل. تعالوا نشوف مع بعض هنتعلمهم ازاي. تابعوا معايا الفيديو. مهم جدا انك تركز معايا في الفيديو ده علشان تشوف ازاي من كلمة واحدة هنتعلم منها 7 كلمات بجمل. الكلمة الأساسية اللي معانا der Ruf. der Ruf النداء. نحطها في جملة: der Ruf nach Freiheit. der Ruf nach Freiheit النداء للحرية. der Ruf برضو معناها السمعة. der Ruf السمعة، يبقى أول معنى خدناه كان النداء، تاني معنى السمعة. der Ruf نحطها في جملة: er hat einen guten Ruf. er hat einen guten Ruf. هو لديه سمعة جيدة. طيب لو حولنا غوف لفعل هتبقى rufen. rufen يعني ينادي. نحطها في جملة: kannst du schon rufen. kannst du schon rufen. هل تستطيع أن تنادي جون؟ طيب ولو حطينا قبل غوفن أن، لو حطينا قبل غوفن أن هتبقى يتصل. أن غوفن يتصل. نحطها في جملة: ich rufe dich an. ich rufe dich an. ich rufe dich an سأتصل بك. ولو حطينا قبل غوفن zurück. zurück هيبقى يعاود الاتصال. zurückrufen. zurückrufen يعاود الاتصال. نحطها في جملة: ich rufe dich zurück. ich rufe dich zurück سأعاود الاتصال بك. ولو حطينا قبل غوفن auf يعني يستدعي. aufrufen يستدعي. نحطها في جملة: der Lehrer ruft die Schule auf. der Lehrer ruft die Schule auf. der Lehrer ruft die Schule auf. الأستاذ يستدعي الطلاب. ولو حطينا قبل غوفن verrufen بمعنى يشوه السمعة. verrufen يشوه السمعة. نحطها في جملة: die Firma ist verrufen. die Firma ist verrufen الشركة سمعتها سيئة. طيب وبكده يكون الدرس بتاعنا خلص. هو درس بسيط وصغير، اتعلمنا من كلمة واحدة 7 كلمات بجمل. لو حابين نكرر الفيديو ده ممكن تكتبولي في التعليقات، ولو حابين نتكلم عن مواضيع معينة ممكن برضو تكتبولي في التعليقات. أتمنى تكونوا استفدتوا معايا. تشوس.